مرحبا، وصفتنا اليوم سويس رول كيك بالطريقة الأساسية وبكل التفاصيل. يلا نبدأ على طول في الوصفة. أول خطوة جهزت الطاجين اللي بنطيب فيه وضغطت على الزوايا الأربعة بالطريقة هدي علشان يثبت ورق الزبدة. شوفوا كيف هو ثابت. وبعدها شغلت الفرن على درجة حرارة 150 مئوية. للكيك عندي 5 دحيات وفصلت البياض عن الصفار. وفصل البياض عن الصفار راهو مش بس علشان الكيك يكون خفيف، حتى علشان يعطيني طعم يشبه للكيك متاع المحلات. وعلى الصفار حطينا ربع كوب من السكر خلطته بالجهاز لحد ما يكون القوام خفيف ولونه فاتح. ضفت ملعقة كبيرة من الفانيليا أو أي نكهة أنتم تحبوها. نزلت ربع كوب من الحليب، ربع كوب من الزيت، وخلطهم مع بعض. تو رح نحط الدقيق. مقدار الدقيق نص كوب زائد ملعقتين طعام من الملاعق المعيارية. هيك الخليط مفروض القوام تاعي يكون خفيف يشبه لخليط الكيك. رح نحوله على جنب وتو رح نشتغلوا على الميرانج. حطيت بياض 5 دحيات وبدينا نخفقه على سرعة متوسطة. أول ما يدير رغوة بدي نضيف 3 كوب من السكر على 3 مراحل. كل ما يزيد حجم بياض البيض نضيفه سكر، وبعدين نخفقه على سرعة عالية لحد ما نوصله لمرحلة الهارد بيك. يعني لما نقلبوا الصحن متاع الميرانج مفروض انه يكون ثابت وما يطيحش. تو عندنا الخليط الابيض والخليط الاصفر. ناخده من الخليط الابيض ونحطوه على الاصفر ونقلب بالطريقة هذه بعملية الفولدينج من تحت لفوق بالشكل هدايا لحد ما تختفي الخطوط الرخامية اللي بين الأصفر والأبيض ويتوحد اللون تماما. علشان القوام الأصفر تقيل فلازم إننا نخفف شوية بالبياض قبل ما نضيفهم بالكامل على بعض. في المرحلة هذه تقدري تنزلي الخليط الأصفر على الأبيض عادي، ولكن الصحن متاعي صعب إننا نحرك فيه، فضفت الأبيض على الأصفر على 3 مراحل، وتقعدي تقلبي في كل مرحلة لحد ما يتوحد اللون تماما. تو الخليط صار عندي جاهز وهو مفروض يكون بالقوام هدايا. تو على طول مباشرة نضيفه على الطاجين. يعني هو راهو السويس رول القوام تاعه خفيف وكله هواء، فلو خليتيه وقت ما حطيتيه في الطاجين وحطيتيه في الفرن على طول راح نخسروا الهواء اللي احنا دخلناه. لازم نتساوي السطح متاعه كويس علشان يطيب بشكل متساوي ويطلع متساوي معنا. والفرن هالوقت هذا مسخن ولازم من 3 خبطات أو 4 وندخله في الفرن مباشرة. أنا حطيته في الرف اللي في الوسط وشغلت معاه الفرارة. أول ما يطلع من الفرن على طول نطلع من الطاجين ونحول ورق الزبدة اللي لاصق فيه ونخليه يبرد قبل ما نزينه. نبيكم بس تشوفوا كيف الحواف متاعها طرية، ومع ذلك قصيت كل الجوانب علشان تكون اللفة متساوية. استعنت بصفرة علشان نقدر انني نقلبه على ورق زبدة، وقصيت الحافة من هنايا هدي اللي راح تكون نهاية السويس رول بطريقة مايلة. وبداية السويس رول درت فيها شروخ بالشكل هدايا بس جرحتها بالسكين بدون ما نقطع الكيك. وحشيتها بمربى أنا درتها في الحوش. المربى طريقتها موجودة في الهايلايت على الانستغرام. فدهنتها كلها حشيتها بالمربى وبس بديت نلف فيه بالطريقة دي. شوفوا كيف هو قاعد محافظ على القشرة متاعه. لو انت حابة ان الوجه متاع السويس رول ما يريحش زي في الفيديو هنا، قبل ما تطلعي السويس رول من الفرن حمريه شوية من فوق علشان شوية القشرة اللي من فوق تنشف وما تلصقش فيه ورق الزبدة لما تلفيه. شوفوا كيف يعني محافظ على القشرة متاعه، وصراحة لونه روعة وفي حتى لمعة معه. خلاص لفيت السويس رول بالشكل هدايا. لازم قبل ما تقصوه علشان يكون شكله حلو لازم انه هو تحطيه في الثلاجة او في المجمد. انا نحب نحطه في المجمد قبل ما نقطعه علشان يكون شكله دائري ومتساوي، وهذا شكله بعد ما طلعته من الفريز. شوفوا كيف شكله مستدير وفي نفس الوقت اللفات ظابطين وقاعد محافظ على القشرة متاعه. صراحة انه روعة وخفيف، وتقدروا ان انتم تشكلوه بالطريقه اللي تحبوها. هو نفس الكيك هدايا تقدروا تديروا بيه جاتوهات او تقدروا تديروا بيه كيكه زي اللي درناه في الفيديو اللي فات. وبس هذه وصفتي لليوم، تفضلوها، صحتين عليكم.